اهلا بيكم في قناة كروشيستا ستايل. فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ميدالية كيتي اميجرومي، ودي اول ورشة للاميجرومي تتنفذ هنا على القناة. سبق ونزلت ورش للشنط وورش مفارش، والحمد لله كانت ناجحة جدا. ناس كتير طبقت معايا مع المتابعة المستمرة على جروب الواتساب الخاص بقناة كروشيستا ستايل. هتلاقيني سايبالك لينك جروب الواتساب تحت في صندوق الوصف. لو عجبك الفيديو وعجبك الشرح والشغل ما تنسيش تدوسي لايك، تكتبي لي كومنت تحت الفيديو عرفيني ايه رأيك في الشرح، وكمان بتشوفيني من انه بلد. وما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس علشان كل جديد بنزله يوصلك اشعار بيه. نسمي بسم الله ونعرف الخامات اللي انا استخدمتها. انا محتاجة خيط يكون قطن بلون جسم العروسة، حبة بينك، حبة أصفر، حبة موف، أي لون متوافر عندك، مع لون الجسم اللي هو لون البشرة اللي هو الأوف وايت، البيج، أبيض، أي ألوان متوافر عندك تكون فاتحة. وده الشكل النهائي للميدالية بتاعتنا. أول حاجة هنفذها الروس، وهنا هشتغل عدد من السلاسل. هشتغل 7 سلاسل، وهسيب آخر سلسلة وانزل على السلسلة اللي قبليها على طول اشتغل فيها غرزة حشو، وفي نفس المكان هشتغل غرزة الحشو رقم 2. يبقى انا كده اول غرزة عملت فيها تزايد. كل سلسلة من اللي تحت هشتغل فوقها غرزة حشو. اخر سلسلة هشتغل فيها 3 حشو مع بعض، 3 غرز في نفس المكان. هنا بقى هرجع ألف تاني على السلاسل اللي في ظهر غرز الحشو. أنا عندي عدد من السلاسل، فدلوقتي كل سلسلة من دول هشتغل فوقها غرزة حشو، يعني كل غرزة حشو هيقابلها غرزة حشو من الناحية التانية. تيجي تعيدي الغرز هتلاقيهم معاكي 14 غرزة حشو بالظبط. كده انا خلصت اول سطر. تاني سطر ومعاكي مارك تعلمي اول غرزة انت هتعمليها. اول غرزة حشو من ال14 اللي تحت هتشتغلي فوقها تزايد، وخلي بالك ان اول غرزة حطي فيها مارك عشان تعرفي ان دي بداية سطرك. اول غرزة فيها تزايد وتاني غرزة فيها تزايد، يبقى انت كده عملتي كام غرزة؟ 4. بعد كده هشتغل 4 حشو ورا بعض، 1 2 3 4. دي الغرزة رقم 4. التلات غرز اللي كانوا تحت في غرزة واحدة، فوق كل غرزة منهم هحط تزايد. هنا 2، واللي وراها هحط فيها برضو 2 تزايد، واللي بعديها هحط فيهم 2. يبقى من التلات غرز اللي تحت هيبقوا معايا فوق 6 غرز، كل غرزة فيهم تزايد. بعد كده اشتغل 4 حشو ورا بعض. اخر غرزة من السطر اللي تحت هشتغل فوقها غرزة تزايد. يبقى انا كده نهيت السطر رقم 2 على 20 غرزة حشو. هتيجي تعديهم تلاقيهم معاكي 20 غرزة بالظبط. السطر رقم 3، اول غرزة هشتغل فيها حشو، واللي وراها هشتغل فيها تزايد. تزايد يعني 2 في نفس المكان. اللي بعديها غرزة حشو، واللي وراها تزايد. ده السطر رقم 3، وخلي بالك حطي المارك بتاعك.
بعد كده هشتغل 4 حشو ورا بعض. جيت هنا عند التزايدات اللي تحت هشتغل 1 حشو تزايد، واللي وراها 1 حشو، واللي بعديها تزايد، واللي وراها 1 حشو، واللي بعديها تزايد. بعد ما خلصت التزايدات هشتغل 4 حشو ورا بعض. اتفضل معايا غرزتين في نهاية السطر، هحط 1 حشو واللي وراها تزايد. انا كده خلصت تالت سطر وانتهى معايا على 26 غرزة بالظبط. كل غرزة غرزة حشو، 1 حشو، اللي بعديها تزايد، اللي وراها 1 حشو، 1 حشو تاني بعديها، بعد كده تزايد، 1 حشو، اشتغل 4 غرز حشو متتالية ورا بعض، 2 3 4. بعد كده هشتغل 1 حشو تزايد، 1 حشو، الغرزة اللي وراها تزايد، وبعد كده 1 حشو. المجموعة دي أنا هكررها 3 مرات. بعد كده 1 حشو تزايد، 1 حشو، وآخر مرة 1 حشو تزايد، 1 حشو. بعد كده 4 غرز حشو متتالية ورا بعض، 1 2 3 4. بعد كده 1 حشو تزايد، 1 حشو. ده السطر الرابع، رابع سطر. انتهي معايا على 32 غرزة حشو السطر الرابع. السطر الخامس والسادس أنا همشي غرز ثابتة، كل غرزة في غرزتها من غير تزايد ولا تناقص. همشي 64 غرزة حشو، كل غرزة في غرزتها. أكمل ال64 غرزة ونرجع نشوف بعد كده السطر اللي جاي هنشتغل فيه ايه. يبقى احنا كده هنشتغل خامس وسادس. هنا خلصت السطرين الثابتين اللي هو السطر الخامس والسطر السادس، كل سطر فيهم 32 غرزة. المجموع بتاع غرز الحشو هيطلع معايا في النهاية 64 غرزة حشو. أنا هنا هبدأ السطر السابع، هشتغل السطر السابع. همشي ازاي؟ هحط أول غرزة تزايد، أول غرزة فيها تزايد، بعد كده همشي 3 غرز حشو ورا بعض، 2 3. تاني هحط تزايد ووراهم 3 غرز حشو ورا بعض، 1 2 3. بعد كده هشتغل 4 غرز حشو متتاليتين ورا بعض، كل غرزة في غرزتها. بعد كده هشتغل تزايد، 1 2 في نفس المكان، 3 حشو، 1 2 3. بعد كده تزايد، 1 2 3، 3 غرز حشو ورا بعض، تزايد، 1 2 3. بعد كده اشتغل 4 غرز حشو متتاليتين ورا بعض، 1 2 3 4. هشتغل دلوقتي تزايد increase، يعني في الغرزة هحط 2 1 2، وبعديها 1 2 3، 3 غرز حشو ورا بعض. السطر السابع هينتهي معايا على
38 غرزة حشو. السطر السابع 38 غرزة حشو. بدءا من السطر التاسع هشتغل 9 و10 و11 و12، 4 سطور ورا بعض، الأربعة على 38 غرزة حشو. يعني كل سطر منهم 38 38 38 38 الإجمالي بعد ما أخلص سطور الثبات معايا 152 غرزة حشو. هشتغل ابتداء من دلوقتي 152 غرزة حشو، وبعد كده أوقف. يبقى أنا اشتغلت 4 سطور ثبات. هنا بقى خلاص أنا خلصت السطر ال 12. هبدأ أشتغل في السطر ال 13. أول غرزة هعملها تناقص، وبعد كده أشتغل 3 غرز حشو، 1 2 3. بعد كده هشتغل تناقص 3 غرز حشو ورا بعض، 1 2 3. بعد كده هشتغل 4 غرز حشو، 1 2 3 4. هشتغل بعد كده تناقص 3 غرز حشو، 1 2 3. تناقص تاني 3 غرز حشو ورا بعض، آخر مجموعة تناقص 3 غرز حشو تاني ورا بعض. يعني أنا اشتغلت المجموعة دي 3 مرات، تناقص 3 حشو 3 مرات. هرجع اشتغل تاني 4 غرز حشو ورا بعض، 2 3 4. آخر مجموعة عندي هتبقى تناقص 3 غرز حشو، 1 2 3. السطر ال 13 هينتهي معايا على 32 غرزة حشو. بدأت أعمل تناقص في الغرز، فالغرز بدأت تنقص معايا. السطر ال 13 هينتهي على 32 غرزة حشو. السطر ال 14 هشتغل حشو، تناقص، حشو تاني، حشو، تناقص، حشو. هشتغل بعد كده 4 غرز حشو متتالية، 1 2 3 4. بعد كده 1 حشو، تناقص، 1 حشو. المجموعة دي هشتغلها 3 مرات، 1 حشو، تناقص، 1 حشو تاني، بعد كده آخر مجموعة هشتغلها 1 حشو، تناقص، 1 حشو. اشتغلتها 3 مرات، وبعد كده اشتغل وراها 4 غرز حشو ورا بعض، 1 2 3 4. 1 حشو تناقص، بعد كده آخر غرزة هتبقى عندي حشو. هيخلص السطر ال 14 على 26 غرزة حشو بالظبط. السطر اللي جاي السطر ال 15 هشتغل تناقص، حشو،
بعد كده تناقص تاني، حشو. بعد كده هشتغل 4 غرز حشو ورا بعض، 1 2 3 4. بعد كده هشتغل 3 مجاميع تناقص، تناقص حشو 3 مرات. الجاية كمان هعمل تناقص وراها غرزة حشو، واللي بعد كده برضو هشتغل تناقص حشو. كده انا اشتغلتهم 3 مرات ورا بعض. هرجع اشتغل 4 غرز حشو ورا بعض، 1 2 3 4. بعد كده هشتغل تناقص حشو في اخر 3 غرز متفضلين عندي. هعمل تناقص، والغرزة الأخيرة هشتغل فيها حشو. هينتهي معايا السطر 15 على 20 غرزة حشو. السطر 16 هشتغل تناقص ووراها غرزة تناقص تاني، 4 حشو ورا بعض، بعد كده هشتغل 3 تناقصات ورا بعض، بعد كده هشتغل 4 حشو ورا بعض، 1 2 3 4. هيتفضل عندي في الآخر غرزتين، هاخد الغرزتين الأخر دولت غرزة تناقص. هينتهي معايا السطر 16 على 14 غرزة حشو بالظبط. دلوقتي بقى جه مرحلة الفايبر الحشو. هجيب حبة فايبر وابدأ احشي. دلوقتي هعمل الفيونكة. هعمل دايرة سحرية واطلع ارتفاع 3 سلاسل وانزل اشتغل 5 أعمدة في الدايرة السحرية، 1 2 3 4 5. بعد كده هشتغل 3 سلاسل وانزل اخد غرزة حشو. بعد كده ارتفع 3 سلاسل وانزل اخد في الدايرة بتاعتي 5 أعمدة، 4 5. اشتغل 3 سلاسل تاني وانزل جوه الدايرة اخد غرزة حشو. بسيب حبة خيط واقطع الخيط الباقي. باجي في نص الفيونكة بتاعتي ومعايا الطرف بتاع الخيط ده، بفضل ألف في نفس المكان كذا مرة عشان أقفل الفيونكة من النص. أبدأ بقى دلوقتي أشتغل الودن. هعمل دايرة سحرية وأحط جواها 5 غرز حشو. أول سطر 5 غرز حشو. السطر التاني هشتغل تزايد، 1 2 في نفس المكان. بعد كده هشتغل 2 غرزة حشو ورا بعض، 1 2. بعد كده هشتغل انكريز تزايد، يعني في نفس الغرزة 2. بعد كده هشتغل 1 حشو. ده السطر التاني. السطر التاني هينتهي معايا على 7 غرز. السطر التالت هشتغل تزايد 3 حشو ورا بعض، 1 2 3. بعد كده تزايد، بعد كده 2 حشو ورا بعض. ينتهي معايا السطر التالت على 9 غرز حشو. هنا هشتغل الصف الثابت على 9 غرز اللي هو يعتبر السطر الرابع، كل غرزة في غرزتها بالظبط عشان أقفل الودن الأولى وأعمل من القطعة دي قطعة تانية عشان تبقى معايا قطعتين.
هنا بقى خلاص أنا خلصت الاتنين. هثبت الودان دلوقتي في الروز بتاعتي، هحدد الأماكن بتاعتها، وبنفس الخيط اللي أنا شغالة بيه هجيب أي إبرة خياطة تكون الخرم بتاعها واسع، الفراغ بتاعها واسع، أدخل فيها نفس الخيط بتاعي وأبدأ أثبت الشغل بتاعي حلو جدا، مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تثبت معايا الودان خالص. دلوقتي بقى هبدأ أثبت الفيونكة كمان، هنضف الخيط اللي كان معايا وأبدأ أشبك الفيونكة في الودن اليمين، برضو هثبتها مرة واتنين وتلاتة عشان الشغل بتاعي يبقى متثبت حلو. وده الشكل النهائي بعد ما ثبت الودان والفيونكة. دلوقتي بقى المرحلة بتاعتي مرحلة تطريز الوش، هعمل الملامح بتاعة العين. أنا هحدد المكان العين هيبقى في الغرز بتاعة الثبات، آخر غرز الثبات. هجيب إبر وأعلم، أنا مخيطة بخيط أسود، أي خيط أسود عندك إن شاء الله، خيط خياطة عادي خالص، وهرجع على السطر اللي قبليه هاخد غرز بسيطة خالص أعمل بيها العيون بتاعتي. خلصت العين الأولى هروح على المكان التاني اللي أنا محدداه بالدبوس وأدخل الإبرة من نفس الصف اللي أنا عاملاه في أول عين، أنزل على الصف اللي تحتيه وأبدأ برضو أطرز مرة واتنين وتلاتة بالإبرة، هم حوالي 3 4 مرات. هظهر بس العين مش هتقلها قوي. خلاص خلصت الملامح بتاعة العين، مش محتاجة الخيط الأسود تاني، طلعته على ورا واديله عقدة وبعد كده أقص الخيط بتاعي. بعد بقى ما خلصت العين خالص وقفلت الخيط بتاعي هجيب خيط أصفر عشان أعمل البق. السطر بتاع آخر العين وأطلع منه الخيط الأصفر في النص على طول، في النص على طول، وارجع قبليها بغرزة وادخل تاني من نفس الغرزة الأولى اللي أنا بدأت فيها، هعملها مرة وهي التانية، واعمل الغرزة التالتة واشتغل اظبط بس الخيط بتاعي، وبعد كده اشتغل ربع غرزة واطلعها على ورا عشان اقفل الملامح بتاعتي. قفلت الوش بالملامح. دلوقتي هنفذ الرجل، وطالبة من الرجل 2، هعمل دايرة سحرية جواها 6 غرز حشو. هقفل الدايرة بتاعتي كويس. السطر التاني هشتغل في كل غرزة من اللي عندي 2،
هاحط 2 يعني كل غرزة من عندي هاحط فيها تزايد، 2 لغاية ما أكمّل 12 غرزة. السطر التاني هينتهي معايا على 12 غرزة حشو. السطر التالت والرابع هاشتغلهم كل غرزة فوقيها غرزتها، يعني السطر التالت هيبقى 12 غرزة والسطر الرابع هيبقى 12 غرزة حشو. كده أنا مشيت دور ثبات، دورين ثبات، التالت والرابع. السطر الخامس ابتداءً من السطر الخامس هابدأ أغيّر اللون بتاع الخيط، وهامشي برضه السطر الخامس كل غرزة بغرزتها، هاشتغل 12 غرزة حشو. هامشي السطر الخامس والسادس على أدوار ثبات باللون المختلف اللي أنتِ هتدخّليه عشان تغيّري. كده أنا اشتغلت قطعتين للرجل، قطعت الخيط ونضّفته من رجل واحدة والرجل التانية موصول فيها الخيط بتاعها. أنا دلوقتي عملت الرجل اليمين 12 غرزة والرجل الشمال 12 غرزة. هابدأ أشبِّك الرجول ببعض، هاجيب الرجلين جنب بعض وأشبِّك بغرزة حشو، ودي هتبقى أول غرزة حشو. هامشي على الرجل التانية 12 غرزة. 12 غرزة حشو لغاية ما آجي عند النهاية. ده كده أنا باوصّل الرجلين ببعض عشان أبدأ أطلع الجسم بتاعي. ده هيعتبر الدور السابع. الدور السابع هينتهي معايا على 24 غرزة بعد ما شبكت الرجلين. خلصت ال 12 على أول رجل، هاروح للرجل التانية واشتغل عليها ال 12 غرزة حشو علشان أقفل السطر السابع. كده أنا وصلت لنهاية السطر السابع، هابدأ أشتغل في السطر التامن. السطر التامن هيبقى برضه داير ما يدور،
على كل غرزة أنا عملتها السطر اللي فات هحط فوقيها غرزة، هينتهي معايا السطر الثامن على 24 غرزة حشو، 24 غرزة. كمان اشتغلت دورين ثبات اللي هو الدور التاسع والعاشر على 24 غرزة حشو. بعد ما خلصت أدوار الثبات هبدأ دلوقتي في التناقصات. السطر ده السطر ال11 هشتغل تناقص حشو، تناقص حشو، كل السطر هشتغله غرزة تناقص والغرزة اللي وراها واحد حشو لغاية النهاية. هينتهي معايا السطر ده على 18 غرزة حشو. السطر ال11 هينتهي معايا على 18 غرزة. خلصت السطر ال11 على 18 غرزة. السطر ال12 هشتغله أول غرزة واحد حشو، بعد كده تناقص، بعد كده واحد حشو، تناقص، واحد حشو، واحد حشو تاني، اشتغلت اتنين ورا بعض حشو، واحد حشو، والغرزة الجاية واحد حشو تاني، بعد كده تناقص، حشو، تناقص، حشو، الغرزة الجاية تناقص،
واللي بعديها غرزة حشو. انتهى معايا السطر ده على 12 غرزة حشو. دلوقتي هبدأ اشتغل الايد وهعمل منها قطعتين. اول حاجة هعمل دايرة سحرية وادخل جوه الدايرة السحرية اشتغل 1 حشو، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هشتغل 7 غرز حشو. السطر التاني أول غرزة هشتغل فيها تزايد، بعد كده اشتغل 1، 2، 3، 4، 5، 6. هشتغل فيها 6 غرز حشو. ابتداء من السطر التالت انا هبدأ اغير اللون بتاع الايد اللي هو الاوفايت للون بتاع الجسم اللي انا عامله بيه الجسم. دخلت اللون الجديد وهمشي سطور ثبات، كل غرزه في غرزتها همشي كل سطر 8 غرز حشو لغايه ما اوصل للنهايه. 8 غرز حشو لغايه ما اوصل للنهايه. هشتغل كام سطر؟ هشتغل 4 سطور. هنا خلاص طلعت بالجسم، خلصت الاتنين ايد. المرحلة دلوقتي الجاية هتبقى توزيع الفايبر. هوزع الفايبر جوه الرجل واحشي بقية الجسم. هنا بعد ما خلصت سطور التناقصات بتاعت الجسم هبدأ اشبك الايد في اخر سطر في الجسم. بكون سايبة في الايد الخيط بتاعها بنضفها لان هياخد التشبيك بنفس الخيط بتاع الجسم اللي انا ماشية بيه. بنضف الاتنين ايد والايد مش بتتحشى. هاجي بقى اخلي الشغل بتاعي في الوسط في النص بالظبط، واجيب الايد بتاعتي انضف الخيط وادخل الاخر خيط كده هو معايا لجوه، وبعد كده ابدا اشبك الايد في اخر صف في الجسم. هجيب بقى الايد وادخل بالابره بتاعتي تحت الضلعين، يعني اخد ضلع من قدام ومن ورا في الايد اشبكها مع الجسم بغرزه حشو. اعدل الغرزه بتاعتي هنا، اخدت الغرزتين مع بعض وارجع اشبكهم في الجسم بغرزة حشو. كده انا شبكت مرة بحشو وادخل على الغرزتين الجايين اخدهم مع الجسم بغرزة تانية، يبقى انا شبكت الايد بغرزتين حشو. ارجع اكمل باقي الجسم من قدام لغاية ما اوصل للناحية التانية اللي في وشها بالظبط عشان اركب الايد التانية. يبقى انا شبكت الايد هنا بغرزتين وهناك بغرزتين. نفس عدد السطور بتاعت اخر صف اللي هما ال 12 غرزة هيبقوا اخر صف انا ماشية فيه 12 غرزة. هنا هبدأ اجيب حبة فايبر واحشي الشغل بتاعي كويس، احشي الجسم لغاية ما اكمله لغاية النهاية، وبعد كده اعمل مرحلة تشبيك الراس مع الجسم. بس احشي الجسم كويس. بنفس الخيط اللي مقفلة بيه الراس هبدأ دلوقتي ألضمه في الإبرة وأبدأ أخيط الغرز مع بعضيها. ال 12 غرزة بتوع الراس نهيت بيهم مع ال 12 غرزة بتوع الجسم. كل غرزة مع الغرزة اللي في وشها باخدهم بالإبرة لغاية ما أثبت الراس في الجسم.
كده خلاص انا ثبت الراس بتاعتي كويس. بنفس الخيط اللي معايا هطلعه من الراس من فوق عشان ابدأ اعمل العلاقة بتاعتي. بثبت الابرة وبحضر العلاقة من نفس المكان من نص الراس بالظبط. بطلع بسلاسل 1 2 3 4 5 6. وبعد كده اجيب الحلقة بتاعت العلاقة وادخل الابرة واخد فيها غرزة حشو عشان اثبتها مع السلسال. كده ارجع على السلسلة اللي انا عملته بغرز حشو لغاية ما اوصل للنص الراس مطرح ما انا بدأت في الاول. اسحب الخيط واثبت الخيط بتاعي من جوه. بعد كده اشد الخيط في الراس عشان اقفل السلسال بتاعي. وبكده نكون خلصنا مع بعض شرح العروسة الكيتي الميدالية. ان شاء الله الشرح يكون عجبكم، ولأي سؤال اي استفسار اي حاجة ما فهمتهاش هتلاقيني سايبلك تحت في صندوق الوصف لينك جروب الواتس للمتابعة اثناء العمل. ما تنسيش لو وصلك الفيديو تدوسي لايك وتعرفيني بتشوفيني من انه بلد وايه رأيك في الميدالية بعد ما خلصت.